لوكر. النهاردة معنا خبر بعنوان سيف الجزيري يقول نعاني من سوء توفيق وعالجنا الأخطاء والسلبيات في مواجهة الترجي. أكد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. كما قال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: نخوض مواجهة قوية وصعبة غدا أمام الترجي، خاصة بعد الخسارة في اللقاء السابق الذي أقيم في تونس. وأضاف مهاجم الزمالك: حرصنا على علاج الأخطاء والسلبيات، وبدأنا التجهيز للقاء الترجي عقب الانتهاء من مباراة بيراميدز، ونطلع غدا لتحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الترجي في تونس. وقال وتابع الجزيري قائلا: في كل مباراة نحاول أن نحسن من مستوانا، والكرة فيها مكسب وخسارة، وهذا أمر طبيعي، وهدفنا التسجيل في لقاء الغد. واختتم اللاعب تصريحاته قائلا: هناك سوء توفيق عند كل اللاعبين، ونسعى للتسجيل في مباراة الترجي لتحقيق الفوز، والمهم أن نحقق الفوز سواء سجلت أنا أو أي لاعب. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.